نتقدم إلى الأمام وأنت تردنا إلى الخلف. أقول لن يمضي إلى الأمام من لم يلتفت إلى الوراء. إننا نستلهم الدروس من أولئك لأننا نجزم يقينا أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نحن لا نهرب من واقعنا، فنحن كلنا نشعر بالأسى والألم مما صار إليه حال المسلمين، ولكن نحن على يقين أن لله أوسا قادمين وخزرج، إنهم قادمون نراهم في سجوف الغيب، سوف ينشرون الإسلام كما نشر أولئك، وسوف يعيدون للإسلام مجده كما أعاده أولئك. وهذه بشارة في القرآن وفي السنة. يقول الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. انتبه، على الدين إيش؟ كله، ولو كره المشركون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى يصل هذا الأمر إلى كل بيت مدر ووبر وشعر، بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. فإلى من يقلق لحال الأمة نقول: اطمئن، فإن الأمر سوف يأتي بإذن الله عما قريب. ملكنا هذه الدنيا قرونا، وخضعها جدود خالدون، وسطروا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا. بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر: أين المسلمون؟ أيها الإخوة، بكل مصداقية نحن نعيش، والأمة البشرية جمعاء تعيش هذه الأيام في منعطف خطير، أحداث متصارعة وأنفاس متسارعة، وناقوس الخطر يدق، وجرس الإنذار يعلق، وسفينة العالم تتأرجح بين رياح عاتية. لن يقود هذه السفينة إلى بر الأمان وساحل الاطمئنان إلا أنت أيها المسلم، فأنت يوسف الأحلام. أقول هذه الكلمة، ربما كثير من الناس يقول: نحن دول العالم الثالث، أين لنا أن نتقدم على الدول الكبرى؟ نقول: إن صدقنا صدق الله معنا. يقول الله جل وعلا: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنت الأعلى. يقول الله جل وعلا: اسمع الآية العجيبة، يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. واهب العزة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طيب، ما ينفقه أولئك أضعاف ما ننفق. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم
هكذا أوعدهم الله جل وعلا. إنهم بكل المقاييس يعيشون حياة تائهة، ليلهم أرق ونهارهم قلق وأعصابهم تحترق. والله يا أحبابي، رغم التقدم التقني والعلمي الذي عندهم، إلا والله إنهم لا يعيشون في بيداء الوهم، إنهم لا يتخبطون في أقفاص الحيرة. ليس هذا من عندي. اسمعوا إلى نيكسون وهو يلقي أول خطاب له لما جلس على رئاسة أمريكا، يقول: قد وصلنا إلى القمر بكل دقة، لكننا ما زلنا نتخبط على الأرض. هذا خطاب الرئيس الأمريكي الأول وهو يخاطب به شعبه بعدما اختاروه رئيسا، وصدق. لماذا؟ لأنهم يعيشون على غير هدى من الله، يعرفون الجرة والمجرة، يعرفون الذرة، لكنهم لا يعرفون عن الله شيئا. فكيف سيبنون حضارتهم على غير أسس إيمانية، على غير أصول اعتقادية؟ إنهم يتخلفون كثيرا في عالم الروح، وبينما نحن نتقدم في عالم المبادئ والأخلاق والقيم أكثر منهم بكثير. أيها الأحبة، فائدة لا أريد أن أتجاوزها. لماذا شعار المسلمين دائما الهلال؟ لماذا دائما الهلال الأحمر السعودي، الهلال الأحمر الكويتي، الهلال الأحمر المصري، بينما الدول الأخرى الصليب الأحمر الأمريكي، الصليب الأحمر البريطاني، هم الصليب شعارهم، لكن لماذا نحن المسلمين شعارنا الهلال؟ أقول هو شعارنا من الدولة العباسية، بل الصحيح أنه شعار للمسلمين حتى في الدولة الأموية الهلال. لماذا؟ لأن الأمة الوحيدة التي تؤرخ بالهلال. أكثر أمم الأرض تؤرخ بالتاريخ الشمسي النصراني، أما نحن فنؤرخ بالهلال. فتاريخنا أصدق أم تاريخهم؟ لندع الله يحكم بيننا وبينهم. يقول الله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. إذن بني هذا الخلق على التاريخ الهجري ولا التاريخ الشمسي؟ التاريخ الهجري، التاريخ الهلالي. طيب، قد يقول قائل: لماذا؟ لأن التاريخ الشمسي لا يمكن أن ينضبط أبدا. عرف قبل الميلاد ب700 عام وما زال إلى اليوم كل فترة يصحح، كل فترة يصحح. لماذا؟ لأنهم يحسبون أن دورة الشمس أو دورة الأرض حول الشمس 365 يوم، وهذا ليس بصحيح، بل دورة الأرض حول الشمس 365 يوم و11 دقيقة. هذه 11 دقيقة بعد 50 سنة و60 سنة تصبح إيش؟ أيام. ولذلك في يوم 4 من الشهر العاشر سنة 1582 ميلادي أمر البابا أن يلغى 10 أيام. قالوا: أنت اليوم في يوم 4، بكرة نحن في يوم 15. لماذا؟ لأن التاريخ الشمسي يجب أن يبدأ بالفصول، ونحن تأخرنا عن الفصل 10 أيام ل11 دقيقة، فأمر من يوم 4